مرحبا وأهلا وسهلا بمتتبعي ومشاهدي قناة بهية كيتشن على منصة يوتيوب. من مطبخ الباهية لنهار اليوم إن شاء الله راح نشارككم وصفة عندها علاقة بمنتوجات البحر الحيوانية، وكما دائما عودناكم مرة على مرة نطلع لكم بوصفة عندها علاقة بمنتوجات البحر الحيوانية، ودائما ننصحكم أنكم تدخلوها في المنيو تاعكم على الأقل مرة في الأسبوع، نظرا لكونها أطباق صحية. ونهار اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة صحية وبزاف بنينة وخفيفة، خليكم على وسط. بالنسبة للمقادير نحتاج لثلاث أنواع من الخضر. عندنا بطاطا، طماطم وبصل نقطعهم دي غونديل رقاق متوسطين الحجم، ماهم رقاق ماهم خشان. عندنا لي ترونش تاع السمك، أي نوع من الأسماك متوفر عندكم. أنا هذا اليوم لقيته متوفر في لابيشري شريته. لي ترونش تاع لي سبادون طون، أي نوع من الأنواع كان متوفر عندكم. بالنسبة للتوابل عندنا ملعقة تاع فلفل عكري، الكمون أكيد، الفلفل الأسود والملح. بالنسبة للتوابل الكمية ديالهم تختلف باختلاف يعني كمية السمك اللي عندكم والخضر اللي حتستخدموها. في ان بلا فوغ نفرشوا كامل الخضر اللي عندنا، ثلاث انواع كما شفتوا هنا درنا ثلاث انواع. عندنا البطاطا نديروها هي الاولى باش طيب لنا بالخف، بعدها راح نضيفوا البصل، وفي كطبقة أخيرة راح نديرو الطماطم. هاد الخضر راح يبنوا لنا الطبق ديالنا، وأكيد راح يزيدوا لنا في الأخير هذيك لاصوص، يعني السمك ديالنا ما حش يجينا ناشف وصامت في نفس الوقت. حنتحصلوا حنتحصلوا على لاصوص في الأخير. بعدها نتبلوا هذوك الخضر ديالنا. في مشاربة نحط الكمون، الفلفل العكري، الفلفل الأسود والملح. كما قلت لكم كمية التوابل ترجع لكمية الخضر والسمك اللي عندكم. نضيف لهم حوالي ملعقة تاع الزيت، نضيف كذلك القليل من الماء، نخلطوا التتبيله كامل ونتبلوا بها عفوا الخضر ديالنا. هكذا مام كي ندخلوهم يطيبوا في الفوغ يلقاو فاش يطيبوا، يعني لاصوص اللي حيطيبوا فيها بليز هذاك الماء يطلقوه هما، هذيك هي تجي سوا نتبلوا به كامل الخضر ديالنا. ندخلوهم يطيبوا مده حوالي جوست باش يدخلهم الطياب حوالي ربع ساعه هكاك. بعدها راح نكملوا تحضير الطبق ديالنا. نزيدو نشلو هذيك المشاربه ولا فواش حضرنا التتبيله بشويه تاع الماء ونضيفوها للطبق، ندخلوهم الفوق كما قلت لكم نكونوا سخناه من قبل جوست ربع ساعه ما يدخلهم الطياب. بعدها نكملوا تحضير الطبق ديالنا ان شاء الله. في الوقت اللي يكون يعني نكونوا دخلنا الخضر ديالنا للفرن، نحضروا الدرسه ديالنا اللي راح نتبلوا بها السمك ديالنا. عندنا سينه تاع الثوم، انا هنا الثوم ديالي عند في هذيك الخضره الوسطانيه نقسموه على اثنين ونحوها اكيد. نضيفوا الكمون في مهرز، نديروا هذوك سينه تاع الثوم، الكمون، الملح، نفس التوابل اللي تبلنا بهم الخضر، الفلفل العكري والفلفل الاسود. انا هنا درت ملعقه ونص تاع الفلفل العكري على حسب يعني النوعيه ديالو تاعكم، والفلفل الاسود درت ملعقه، الكمون درت ملعقه ونص على بالكم الاسماك يحبوا الكمون، والملح على حسب كذلك الكميه تاعكم، كميه السمك اللي عندكم. نضيفوا القليل من الزيت، شويه تاع الماء نخفوها باش تتحضر لنا بالخف، ونحضروا الدرسه ديالنا. بعد ما نكملوا نحضروا الدرسه اكيد نروحوا نمارينيو بها لي ترونش تاع السمك ديالنا اللي متوفر عندنا. هنا اكيد السمك نكونوا نظفناه، كما هنا كانت عنده القشره هذيك السوداء والبيضاء ننزعوها وندخلوا فيه، نحاولوا ندخلوا هذيك الدرسه مليح في السمك ديالنا، نمارينيوه مليح. هنا راح نضيف لها انايا يعني القليل حوالي عصير تاع حبه ليمون، حبه قارص. نتوما كذلك القارص والليمون على حساب كميه السمك اللي عندكم، لكن عادي ديروا حبه حتى زوج حبات، يعني الليمون هذاك راح يعطيله في الاخير ذوق جد رائع، راح يجي بزاف بنين. كما قلت لكم نحاولوا ندخلوا هذيك لا ماريناد مليح في السمك ديالنا. بعد ما نكون نظفنا لها خلاص انا دايرين لها الزيت، شويه تاع الماء، الليمون كما قلت لكم يضيف لها نكهه
رائعة. نشلو المهراز ديالنا ولا فواش حضرنا الدرسة بشوية تاع الماء ونضيفوه للسمك وندخلو هذيك الدرسة مليح في السمك ديالنا. هاد العملية دو بريفيرونس ديروها يعني قبل ما تكونوا دخلتوا الخضر ديالكم يطيبوا في الفرن، يريح في لا ماريناد هذيك على الأقل ساعة. كيما أنا هنا درتو جوست ريح لي ربع ساعة حتى ربع ساعة حتى 20 دقيقة. يعني في لو طون اللي كانت هذيك كانوا الخضر يطيبوا في الفوغ. يعني ما درتهاش الافونس هذه العمليه، لكن ننصحكم ديروها يعني على الاقل 45 دقيقه، ساعه وربع، ساعه ونص. قد ما يتشرب في هذيك لا ماريناد راح يجي يكون بنين اكثر واكثر. كما انا هنا قلت لكم خليته ريح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه في لو طون اللي كانوا الخضر ديالي يطيبوا في الفرن. هكذا ندخلو مليح هذيك لا ماريناد بيدينا، نخلوه يرتاح فيها، بعدها باش ندخلوه هو يطيب. غطوها بفيلم اليمونتير اكيد. بعد ما تجوز ربع ساعة حتى 20 دقيقة هكاك الخضر ديالنا، نلاحظوا بلي البطاطا هي اللي يعني الطماطم والبصل يطيبوا بالخف، بصح البطاطا نديرو فيها السردين نشوفوها بدا يدخلها طياب. فهاد لو طون نخرجوا في هاد الاثناء نخرجوا لو بلا فوغ ديالنا ونزيدو نفرشوا فوق هذيك الخضر كامل كمية لي طرونش تاع السمك اللي عندنا. السمك كيما على بالكم يطيب بالخف في الفوغ، ما نخلوش يطول بزاف، ماكسيموم ربع ساعة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة على حساب يعني السمك تاع السمك ديالكم، وعلى حساب كذلك درجة حرارة الفرن ديالكم. نستفوه كامل هكا فوق الخضر. هذيك لو بلا اللي كنا حاولة يعني الريسيبيون اللي كنا مارينينا فيه لي طرونش تاع السمك ديالنا، نشلوه بشوية تاع الماء، نديروها كامل فوق السمك ديالنا في لو بلا وفوق، وندخلوه يطيب على درجة حرارة 180 حتى 200 درجة. يعني أنا الأسماك ما نحبش نخليهم يطولوا بزاف لو فوغ، لأنه على بالكم إذا تكمشوا يبسوا ما حش يجونا بنان. تسمى جوست يطيب لنا هو البطاطا تتحمر معنا ننزعو من الفرن. الريزولتا فينال طبقنا النهار اليوم إن شاء الله قدامكم. الصورة تعبر عن نفسها، كل شيء مجمر ما شاء الله، من السمك للخضر حتى لاصوص. يعني طبق كامل ومتكامل، صحي وبزاف بنين وخفيف، مع اللي راهو جاي ان شاء الله اقتراب شهر رمضان المبارك، ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. طبق كيما هكا غني بالفيتامينات، خفيف وصحي، ما قلينا الحوت ما والو، يعني طاب في الفرن مع الخضر في لاصوص ديالو، التتبيله كذلك توابل الثوم، كل شيء صحي في صحي. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتعتمدوه كذلك. تقدروا ترافقوه مع الارز، كما يعني الارز ديروه كاضافه، كما تقدروا كذلك تكتفيوا بالخضر. بالخضر هذوما اللي درناهم هذا ما كان. انا جينيرالمون يعني حقيقه كي ندير الاسماك ما نحبش نكثر معاهم بزاف الماكله. الخضر هذوما نديرهم جوست باش يطلقوا لاصوص، باش البنه، بصح باش نكثر معاهم بزاف ما نحبش نكثر لا خبز لا والو، هكذا باش نستمتع بهم يعني ونستفاد من القيمه الغذائيه ديالهم. اكيد كي يضيفوا له عصره تاع القارص راح تزيد له بنه اكثر وكثر. نتمنى وصفه اليوم كانت نالت اعجابكم، لا فيديو كانت خفيفه عليكم وكانت افادتكم. بصحتكم شهيه طيبه وبقى على خير، وانتظرونا في اطباق ووصفات شهيه ومميزه ان شاء الله.